اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تفجير وتدمير. انا حابب اقول لكم الاول ايه السبب اللي خلاني غيرت اسم القناة. طبعا في اكتر من سبب خلاني اعمل كده. الحاجة الاولى ان اسم القناة كان صعب. اسم القناة كان صعب في النطق، يعني انا نفسي لما اجي اقول اسم القناة كنت بتلخبط، ما بعرف اسمي، يعني اسم مش سلس كده. جيمنج تريتوري اسم مش سلس، مش ظريف. وبعدين في حاجة كمان انا عايز اقولها لكم. الاسم ده كانوا المشتركين ذات نفسهم بيقولوه بصعوبة، وده كان هيعوق تقدم القناة. ليه بقى؟ لان مثلا لما يجي واحد يقابل واحد صاحبه عايز يقول له فادي، يقول له ده فادي عامل قناة حلوة قوي وعامل فيديوهات جميلة جدا، فيقوم صاحبه يقول له طب اسمها ايه عشان ابقى اتفرج؟ هيقوم يقول له جيمنج تريتوري. هيقول له طب ار واحدة ولا 2 ار، تي واحدة ولا 2 تي. دخلنا بقى في حوارات الاستهجاجات بقى وكده. وبعدين ممكن صاحبه يكون ناسي يقول له لا طب استنى لما اروح البيت اشوف لك الاسم بالظبط وابقى ابعتهولك، وبعد كده ممكن ينسى. فالاسم ده فعلا مش ظريف وكان هيعوق تقدم القناة. ده السبب الاولاني. السبب التاني ان الاسم ده اصلا اكتشفت ان هو متكرر في قنوات كتير. لقيت قنوات كتير بالاسم ده، وانا مش حابب ان القناة بتاعتي اسمها يبقى متكرر. مش حابب ان الاسم يبقى انا كنت بعتقد ان جيمنج تريتوري ده اسم يعني غريب شوية مش موجود كتير، لكن اكتشفت ان في قنوات كتير بالاسم ده. دي حاجة. الحاجة التالتة ان في ملحوظة انا عرفتها يعني من ناس كبار يعني في اليوتيوب وكده وفي شغل النت عامة، اللي هو ايه؟ ان انت لما تبقى عامل محتوى عربي يفضل انك تعمل اسم بالعربي ومعبر عن القناة. طبعا هو انا عارف ان الاسم اللي بالانجليزي بيبقى اشيك، حتى لو يعني مثلا حتى لو قناة عربية وعاملة اسم بالانجليزي، الاسم الانجليزي بيبقى شيك. اوكي كل ده حلو، لكن تعالوا كده نتخيل مثلا ان يعني مثلا انا في القناه بتاعتي ببقى عامل اللي هو في عندي في الجنب اللي هو لستة الاشتراكات، اللي هو القنوات كلها اللي انا مشترك فيها، بيبقى اغلبيه الاسماء انجليزي. سواء القنوات الاجنبيه بيبقى طبيعي الاسم بالانجليزي، وحتى القنوات العربيه اغلبها بيبقى اسمائها بالانجليزي. فلاقي الليسته في الجنب اغلبها بالانجليزي. فلما اجي عايز اخش على قناه عربيه معينه يعني وكده عشان اجيبها بتوه وسط القنوات دي. انما لو الاسم بالعربي وهي قناه عربيه هيبقى اسهل بكتير جدا ان انا اوصل للقناه. هديلكم مثلا مثال، في قناه كده عربي انا مشترك فيها اسمها تحدي الانتقام، اللي هو بيقعدوا يعملوا تحديات اكل وكده. تمام. القناه دي اسمها بالعربي وسهل، وهي اوريدي محتواها عربي. فلما اجي اجيبها من وسط لستة القنوات الكتير اللي انا مشترك فيها بسهولة جدا اقدر اوصل لها، غير لو كانوا مثلا مسمين اسم بالانجليزي هيبقى صعب شوية مش هتبقى مميزة وسط لستة القنوات. يبقى اذن. وبعدين في حاجة، انا كده محتواي عربي، مش هيجيلي زوار اجانب، ويوم لو جه زائر اجنبي بالغلط هيلاقي اللغة غريبة عن اللغة بتاعته، هيقوم اوتوماتيك خارج من الفيديو. فايه فايدة بقى الاسم بالانجليزي؟ الاسم العربي احسن طبعا. طيب ليه اخترت تحديدا اسم تفجير وتدمير؟ ليه الاسم ده؟ اول حاجة انا محتوى القناة مش جيمنج بس. يعني انا كنت مسمي جيمنج تريتوري دي مش عجباني، ان محتوى القناة مش جيمنج بس. انا ساعات بعمل برامج، لينكات ويندوزات، شروحات، حاجات من دي. فمش عايز الاسم يكون فيه كلمة جيمنج خالص. طيب ليه برضو تفجير وتدمير؟ ليه الاسم ده؟ انا اهم حاجة عندي في الالعاب اصلا هي التفجيرات والدمار والكلام ده. حتى انا من احب الالعاب عندي كانت لعبة فار كراي 4، لان كلها دمار وتفجيرات وحاجات حلوة وكده. حتى لو تفتكروا انا دايما قبل اليوتيوب كنت انا دايما اقعد كل لعبة العبها اقعد اصور لكم من اللعبة التفجيرات. اهم حاجه عندي كانت التفجيرات. كنت اقعد اخد سكرين شوتس كتير، بس اكتر سكرين شوتس كنت بعرضها عليكم هي
اللي هو التفجيرات. فقلت طب ما انا اسمي قناة، اسمي اسم القناة حسب ميولي وحسب انطباعاتي في الالعاب وحسب اكتر حاجة انا بحبها في الالعاب. تمام، دي حاجة. الحاجة التانية حبيت كمان اخلي الاسم فيه سجع عشان يبقى سهل، يعني مثلا تفجير وتدمير، واسم سهل وما يتنساش. واخد بالك؟ واخدين بالكم؟ ده سبب تغيير الاسم. وهو فعلا اصلا القناة اكتر حاجة هتبقى عليها اصل كمان خدوا بالكم من حاجة، كلمة جيمنج تريتوري دي كلمة عامة، يعني معناها ايه ارض الالعاب؟ يعني ده معناها بقى ان انا هلعب جميع انواع الالعاب. ما هو ارض الالعاب يعني ايه؟ يعني كل انواع الالعاب هتلاقوها. انا لا، في الحقيقة انا مش كل انواع الالعاب بلعبها. يعني مثلا انا ما بحبش العاب الرعب، بحب في فئات معينة كده من الالعاب انا ما بحبهاش، وانا مش اخد موضوع اليوتيوب اللي هو موضوع مكسب، فاقوم اضغط نفسي عشان والعب لعبة انا ما بحبهاش عشان تجيب مشاهدات. لا انا هلعب بس الالعاب اللي انا بحبها حتى لو المشاهدات بتاعتها هتبقى اقل شوية مش مهم. انا اخد اليوتيوب تسلية قبل ما يكون مكسب، مش هضغط على نفسي واعمل حاجة انا مش حاببها. زي مثلا الاقي في ناس كتير بتعمل فيديوهات لماينكرافت، فيديوهات ماينكرافت رغم ان هي لعبة ولا فيها جرافيك ولا فيها اي حاجة خالص، وعبارة عن مربعات غريبة كده ما تعرفش ايه ده، وحتى الاصدارات القديمة ما فيهاش الوان، تلاقي لعبة ابيض واسود، لكن رغم كده تلاقي اللعبة بتجيب مشاهدات عالية جدا، لدرجة ان في ناس بتعمل حلقات اسبوعية عنها، يبقى لازم دايما يلعب ماينكرافت. لكن انا مش حاببها، ومهما كان اللعبة دي هتجيب مشاهدات عمر ما هغصب نفسي على لعبة. اصل انا اهم حاجة عندي في اللعبة مش الفكرة ولا طريقة اللعب ولا الكلام ده كله. انا اهم حاجة عندي في اللعبة هي الجرافيك. حتى انا لو في لعبة قديمة اتعملت بجرافيك جديد العبها تاني، طالما الجرافيك اتحسن والانفجارات بقت اقوى واحسن العبها تاني. فعمري ما افكر العب لعبة زي ماينكرافت. برضو العاب الرعب زي مثلا اوتلاست 2، ايفل ويزن، اوتلاست 2، الكلام ده كله بتجيب مشاهدات لان الناس بتحب العاب الرعب. لكن برضو انا مش هلعب لعبة انا ما بحبهاش عشان مجرد المشاهدات. بالعكس الناس لما تشوفني بلعب الالعاب اللي بحبها بس هتبقى مبسوطة اكتر من القناة، لان هيلاقوا تفاعلي مع اللعبة وكده احسن. ويعني اتمنى الاسم الجديد يكون عاجبكم. اعتقد ان انا سهلتها عليكم كتير. اعتقد الوقت سهل ان انتوا تنشروا القناة اكتر لان الاسم بقى سهل جدا. انت الوقت لما يكون في واحد صاحبك وتيجي تقول له ده فادي عامل فيديوهات حلوة وتقول له اسم القناة تفجير وتدمير، سهل الاسم سهل جدا. القناة سهل البحث عنها، ما عادش زي الاول. انا مش كنتش حابب الاسم خالص، وناس كتير نصحتني ان انا اغير اسم القناة، وجاء الوقت المناسب وغيرتها. الانترو كمان، كنت انا قبل كده عامل انترو 20 ثانية، فالناس قالوا لا متعملش انترو 20 ثانية، اقصى حاجة 10 ثواني. انا حتى ما وصلتش ل10 ثواني. انا المرة دي اعمل لكم انترو 3 ثواني بس على طول عشان نخش في الموضوع. الانترو عبارة عن انفجار واسم القناة بيظهر وخلصت على كده. مش مهم عندي يكون الانترو احترافي ولا مش احترافي، لان في قنوات كبيرة ومشهورة مش شغالة بانترو اساسا، ولا انترو ولا نهاية للفيديو. انا بشوف قنوات ناجحة جدا. هديلكم مثال، مثلا راد براد اللي هي اكبر قناة البوكس رو، الكينج بتاع البوكس رو راد براد، ولا في مقدمة ولا في نهاية للفيديو. هو بيخش كده دايركت يبدأ اللعبة، يقول هنبدأ في لعبة كذا، وفي النهاية يختم بكلمتين. لكن مفيش نهاية اللي هو يقول اعملوا سبسكرايب ومش عارف ايه والكلام ده ومفيش في بداية الفيديو ان هو يقعد يعني يجيب انترو كده. مفيش انترو اصلا، هو بيخش في الموضوع على طول. كمان سعودي جيمر
سعودي جيمر بيجيب كده زي لوجو كده صغير بيظهر، وتنة كده صغيرة، صوت كده صغير كده، وخلاص، ويبدأ اللعبة على طول. مفيش انترو اساسا، مش انترو، هو لوجو كده بيظهر عبارة عن صورة واحد سعودي كده، لوجو صغير كده، وبعد كده يخش في الموضوع على طول. فكون بقى ان انا عامل انترو، الناس تقول لي بقى مش احترافي. انا كان ممكن ما اعملش انترو اساسا، انا عامله كده يعني مش ده الاساسي. الانترو بيحل الفيديو، بس مش ده الاساسي، ان اصلا الانترو حاجة متكررة في الفيديوهات، فالناس كل مرة اوتوماتيك هتعديها. فلما يبقى الانترو 4 ثواني، يبقى انا كده وفرت على الناس، بدل ما لسه تقعد تعدي الفيديو، يبقى انا اختصرت عليك الوقت. الانترو اصلا مش هتلحق تشوفه، يا دوبك هتلاقي انفجار واسم القناة وشكرا. بس بجد يعني اتمنى تدعموني بجد، لان انا معرفش الناس يعني معرفش الناس يعني متضايقة من فيديوهاتي ليه، لان انا شايف يعني انا بعمل فيديوهات كويسة، يعني على الاقل في الاول انا انا في الاول وبعدين لسه بتعلم يعني وكده. المفروض ان انتوا تبقوا كويسين معايا، يبقى في تعليقات كويسة كده، ما يبقاش كل حاجة ايه هجوم. واخدين بالكم ازاي؟ بس هو يعني اكتر حاجة فعلا تهمني في القناة هي ان انا، انتوا عارفين اصلا انا عامل القناة دي ليه؟ اقول لكم بجد انا عامل القناة دي ليه اصلا. فاكرين زمان لما كنت بعمل لكم سكرين شوتس من التفجيرات؟ انا عشان اخد سكرين شوت من اللعبة بقعد ادوس كل شوية مثلا ار عشان اعمل سكرين شوت. اللعبة بتقطع ثانية وبعدين تكمل. ده طبيعي، هو مش عشان الكارت ولا عشان اي حاجة، دي طبيعي كده. لما تيجي تعمل سكرين شوت تلاقي اللعبة زي تقف ثانية عشان ياخد السكرين شوت وبعدين كمل. فكنت ببقى متضايق وانا بلعب ومش عارف اركز في اللعب، لاني ببقى مثلا يعني مثلا انا عايز اقتل جندي مثلا، وانا هقتله ولا هصوره؟ مش هلحق، ممكن ان انا اجي اصور مثلا اللقطة اقوم اموت. فلما عملت قناة اليوتيوب الموضوع بقى احسن بالنسبة لي. ليه؟ لان دلوقتي انا بشغل برنامج التسجيل وهو مع نفسه يسجل الحلقة كاملة بتاعة اللعبة. دي فيها ميزة، ايه هي؟ ان اول حاجة اللعبة بتقطعش عند تصوير الفيديو. ليه؟ انت بتصور فيديو كامل اللعبة، فما فيش ان كل شوية الشاشة تقف عشان ياخد سكرين شوت. انت مش بتاخد سكرين شوت، انت بتصور فيديو. فاللعبة بتبقى ماشية بسلاسة تامة اثناء تصوير الفيديو. غير كده ما بشغلش بالي بقى بان اقعد ادوس زراير عشان اعمل سكرين شوت. هو اوتوماتيك في بداية اللعبة انا بدوس زرار، انا مظبط عندي F5 يصور فيديو من برنامج انفيديا اكسبيرينس. في بداية اللعبة اقوم دايس F5 وشكرا على كده، واقعد العب انا بقى، اركز في اللعب بقى. يعني مش هقعد كل شويه ادوس ار عشان اخد سكرين شوتس. تمام؟ فهو ده الهدف. ناس هتقول لي يعني هل معنى كده ان انت عامل الموضوع تسليه بس، مش عشان تكسب منه؟ اقول لك لا طبعا. في مقوله مهمه قوي هتشوفها على النت، ان انت احلى حاجه انك تكسب من حاجة انت بتحبها. ما تفصلش الشغل عن الحاجة اللي انت بتحبها. يعني مش تقول ايه انا في وقت تسلية يبقى ده مش شغل، يبقى انا ما ينفعش اكسب من ده، وتبقى ويطلع عنك في شغل مثلا تاني تقعد تتعب فيه عشان لا، ما يبقاش كده. كل ما تلاقي فرصة ان انت الحاجة اللي بتحبها تخليها مكسب كمان، اعمل كده، وانصحك بكده. ليه؟ لان انت لما تعمل حاجة انت بتحبها مش هتحس بتعبها، وكل شوية هتدي فيها اكتر وهتبقى كفاءة اكتر، في نفس الوقت تبقى بتكسب من مش حاسس انك تعبان في حاجة، لانك بتعمل حاجة انت بتحبها. اقول لكم على حاجة، مارك زوكربيرج بتاع الفيسبوك سألوه انت بتشتغل كام ساعة في الاسبوع؟ قال لهم ده يعتمد على حسب ايه اللي بنعتبره شغل. قال لهم انا طول الاسبوع سواء انا في اي مكان حتى لو في بيتي بقعد في دماغي ان انا ازاي اطور الفيسبوك واحسن الكوميونتي واحسن
يعني وحاسس الفيسبوك والكلام ده وكده والتواصل مع الناس، في دماغه هدف، فاصبح دماغه شغالة. يعني هو طول الوقت في شغل بس حابب الموضوع، مش محتاج ان هو يروح المكتب عشان يشتغل. فبالنسبه له طول الاسبوع شغال يعتبر. لكن بيقول لهم الوقت اللي انا بقعد فيه في المكتب قد ايه؟ ساعتين، ساعتين في اليوم باين. لكن هل هو يعتبر بيشتغل ساعتين؟ لا، هو بيشتغل يعتبر طول الاسبوع عشان حابب الحاجة اللي بيعملها. لو ما كانش حابب الحاجة اللي بيعملها ما كانش هيطور ولا كان هينجح. عشان كده اشتغل في الحاجة اللي بتحبها، اللي بتعتبرها تسلية وشغل اصلا. في النهاية احب اقول لكم بس يعني ما تنسوش ان انتوا لو انت مش مشترك في القناة انزل اعمل اشتراك سبسكرايب للقناة، والفيديو اللي يعجبك اعمل له لايك عشان يتخزن عندك، بحيث لما تيجي تحب تشوفه بعد كده، او لو عايز تبعته لصديق. وفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات باول باول اي فيديو جديد انا انزله. وشكرا لكم، والى اللقاء في فيديو جديد.